وهاي أكثر أكلة مطلوبة دايما مني بالبيت، مدفونة الدجاج. ما أحكي لكم يا جماعة، ميكس نكهات رهيب، كثير زاكية، لازم تجربوها بطريقتي. خليني أحكي لكم كيف عملتها، بس قبل ما نبلش بدي أحكي لكم إنه دعمكم للصفحة كثير مهم. اللايك والكومنت كثير بيفرق بنمو الصفحة، فلا تبخلوا علي باللايك. شاركوا الوصفة على صفحتكم لحتى تلاقوها مباشرة متى ما حبيتوا وما تتغلبوا. صلى على سيدنا محمد وبسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي هون رح أنزل بالمحضرة حبة بصل ورح أقطعها، ورح أنزل، المفروض أنزل حبتين بندورة، بس أنا كنت مفرزة هون بندورة، كيس بندورة جاهز، فأنتوا نزلوا حبتين بندورة و4 حبات من الثوم، ورح أعصر تقريبا نص ليمونة زي ما انتوا شايفين، ورح أضيف معلقتين كبار من معجون الطماطم اللي هي أصلا مية البندورة. بهاي المرحلة كمان هسه رح أضيف البهارات. اوكي، طبعا انا كمان ضفت زيت زيتون مقدار معلقتين كبار. بالنسبه للبهارات رح اضيف معلقه صغيره كل من كمون، كزبره، بابريكا، كركم، ملح، بهار مشكل، وماجي، ونص معلقه صغيره كل من هيل وقرفة وفلفل أسود، وكمان ضفت معلقة صغيرة من البهار المدخن، هذا بيكون من العطار. أوكي، جيبوهم من العطار البهارات. هسا أنا هون نقعت مقدار دجاجة تقريبا، أضفت عليها ملح وملح ليمون وطحينية وخل، وتركتها تصفي زنختها. تمام، بعد هيك غسلتها كثير منيح. تمام، وهسه هون انا رح ارتب الخضار اللي رح استخدمها في الطبخه. جبت الطنجره اللي انا رح اطبخ فيها اصلا. اضفت اول اشي بصل دوائر مقدار بصلتين كبار، واضفت تقريبا حبتين بندوره برضو مقطعين دوائر، وأضفت بطاطا، ويفضل تكون البطاطا مثل هاي التقسيمة يا جماعة، لأنه رح تهلط كثير بالطبخة. أوكي، هسا أضفت كمان ثوم بدون ما أهرسه، لا ضفته حبات كاملة، وأضفت كمان قرن من الفلفل الحار، ورح أضيف المطيبات، هيل، لومي، قرفة، عيدان، ورق غار، اللي بدكم اياه عادي بصير. وعلى جنب رح اخذ تقريبا نص معلقة صغيرة من كل بهار انا استخدمته، واضيفهم على الخضار. تمام، هاي نص معلقة لحال ما لها دخل في التتبيلة. اوكي، رح اخذ من كل بهار على جنب لحال. هسا بعد هيك رح اخذ انا التتبيلة اللي عملتها على المحضرة، واضيفها على قطع الدجاج، واتركها تتغلغل هيك في النكهات. اذا كان قبل بيوم افضل، واذا كان قبل بساعتين 3 كمان افضل بكثير يا جماعه. بدي احكي لكم هون انا ضفت جزر كثير زاكي مع الجزر، ضيفوا الجزر. وقلت لكم الفليفله يفضل انكم كثير تضيفوها، كثير زاكيه، بس انا ما كان عندي صراحه. الخضار في هاي الاكله جدا رهيب، ما تستغنوا عن الخضار ابدا يا جماعة. بعد هيك أنا رح أضيف قطع الدجاج، وبدي أحكي لكم بإمكانكم تعملوا ثقوب بقطع الدجاج، كمان بيتنكه أكثر وأكثر، بس أنا هون نسيت أعمل. أنتوا اعملوا ثقوب هيك خفيفة جدا بالدجاج، ورح تضيفوهم فوق الخضار. تمام، هسه رح أرفعهم على نار وسط. تمام، مقدار ربع ساعة زي ما أنتوا شايفين بالضبط، ربع ساعة وهي إيش هيك عم تغلي. لا تخافوا يا جماعة، الخضار رح ينزل مي، الدجاج رح ينزل مي، فرح تستوي معاكم، ما رح نضيف مي أبدا. إحنا رح نرفع الطنجرة مثل ما حطيناها تماما. أول ربع ساعة نار وسط رح تكون، ورح تبلش تنزل ميتها زي ما أنتوا شايفين. طلعوا هسه بعد ربع ساعة رح أوطيها على الآخر لمدة ساعة كاملة على الواطي. أوكي، ورح نسكر الطنجرة، ورح نضل كل شوي نحاول نحرك الدجاج، بس ما نحاول نخبص، فقط هيك نحاول نحرك الدجاج بس بالطنجرة. بعد هيك أنا هسه رح أحضر للرز. هسه إحنا بدنا الرز نعمله 3/4 استواء يا جماعة. رح أضيف مي ساخنة، رح أضيف عليها مطيبات مثل المطيبات اللي ضفتهم للدجاج، قرفة، هيل، ورق غار، قرنفل، ولومي. وبعد هيك رح أنا أكون أصلا ناقعة قبل لمدة نص ساعة من الرز الأمريكي حبة طويلة. أوكي، رح أنقعه نص ساعة، بعدين رح أضيف مي سخنة، وأضيف هاي المطيبات اللي أنا حطيتها مثل ما أنتوا شايفين، ورح أضيف إما ملح أو ماجي، يفضل تضيفوا ماجي أطيب، بيعطي نكهات كثير زاكية. أضفت أنا للكاستين مقدار ظرف ماجي، وبعد هيك رح أتركهم على نار عالية لحد ما يتشرب ويستوي الرز 3/4 استواء، ويأخذ النكهات من المطيبات يا جماعة. بعد ما أشوف إنه الرز بعد 10 دقايق تقريبا بكون أخذ 3/4 الاستواء زي ما أنتوا شايفين بالضبط مثل ما أنا مصورة بالفيديو. وبعد هيك رح اخذ الكفكير وابلش ارفع بالرز مثل ما انتم شايفين، واضيفه فوق الدجاج. كان هون مارق على الدجاج تقريبا ساعة كاملة، مغطى عليه زي ما قلت لكم. فتحت عليه واضفت الرز.
تمام على كل النواحي. وحاولت اني اعمل ثقوب، هسه رح تشوفوا كيف لحتى الرز ينزل شوي، وراح اعمل له هيك هزة خفيفة لحتى اتأكد انه الرز عبى تماما من كل نواحي الطنجرة. وهي الثقوب اللي انا سويتها مثل ما انتم شايفين، تمام، لحتى هسه ينزل الرز تحت تماما. بعد هيك رح اسكر انا على الطنجرة ثلث ساعة تقريبا تكون عندي الأكلة جاهزة. وآخر إشي رح استخدم ملون، استخدمت الملون الأورانج، تمام، حليته بهيك كم معلقة مي على جنب، وأضفت إضافية، بس هاي الإضافة يا جماعة جدا بتفرق في الأكلة. أنا دخنت قطعة من الفحم ودخنت الأكلة، حطيت قطعة بقصدير وأضفت عليها زيت زيتون بعد ما فحمتها تماما. ما شاء الله شوفوا كيف طلعت معي الأكلة، زينتها باللوز، طلعت بتشهي يا جماعة. ما أحكي لكم قديه سويت أكل مثل هالمدفونة ما دقت، بتشهي كثير. طلبوها عندي في البيت لأنه الدجاج بيكون جوا هيك كله نكهات رهيبة يا جماعة. لازم تجربوها واحتفظوا فيها من أطباق رمضان، اعملوها بالعزايم، كثير زاكية. بتقدروا تعملوا جنبها الدقوس، بتقدروا تحطوا معها صوص شطة. إن شاء الله بنزلكم طريقة الدقوس. بدي أحكي لكم دعمكم لصفحتي جدا مهم، اللايك والكومنت كثير بدعم الصفحة، لهيك ادعموني دايما. استنوني أكيد سلسلة وصفات جديدة، طبخ وحلويات سهلة وسريعة واقتصادية وما بتاخذ وقت أبدا. بالعافية عليكم، ألف صحة وهنا.